بتبلش قصتنا يا اخوان مع الطفل ادم اللي ابوه بشك انه في عنده يا اخوان درجة اولى من التوحد، ولما باخده على الدكتور المختص بيطلع بالفعل عنده درجة اولى من التوحد. بس بيكون الطفل كتير ذكي. ايش يعني كثير ذكي؟ يعني عنده الرياضيات زي كيف لما نشرب مي الصبح، عنده وضع الرياضيات فخم. وابوه وهو مروح هو وياه قاعد بيفهمه انه انت راح تكون زلمة وراح تكون ذكي، بتيجي سيارة بتاخده وبموت. هذا الحكي بيكون على عين ابنه، وهون بتكون المصيبة الكبيرة انه الولد عنده توحد وابوه مات. وردة فعله بتكون بيتأكد انه عنده توحد لانه بتكون ردة فعله باردة، وبهرب من امه، ما بنفرق معه انه ابوه مات او لا. كل اللي بهمه يا اخوان يعمل معادلات رياضيات ويعيش. ولما امه بتشوفه كتير مهتم بالرياضيات بتقول له معلم انا بدي افرجيك. بتروح على المدرسة، بتروح للمدير بتقول له يا ابو الغوالي هذا زلمة مرتب وهيك عنده شغلات الرياضيات. وبنتعرف هون معلم على الأستاذ أسعد، أستاذ الرياضيات، وكان زلمة متفوق جدا، وكان بالأولمبيات العالمية للرياضيات، إلها أولمبيات لا أبو الغوالي. ولما يشوف الأشياء هاي عند آدم بقول له معلم لا أنا بدي أدربك أنت مش مزبوط. بقول له أنت شو قصة رجلك؟ بقول له يا زلمة أنا أعرج، يا زلمة أنت كثير وقع فكنا منك. وأول اختبار بيعمل له إياه بيكون آدم قدها وقدوده لما يشوف كيف الفيديوهات تاعت الأولمبيات وكيف الوضع. بقول له خليك بس تكبر شوي بتقدم عليها وبطلعك على الأولمبيات. وبالفعل يا ابو الغوالي بيكبر ادم ولساته عنده مشكلة التوحد، وعنده عبقرية الرياضيات قاعدة بتزيد. وبيجي اليوم اللي بقرر فيه ادم يقدم المستوى عشان يعني فحص مستوى امتحان. وبيجي اسعد بيساعده. اسعد انت بتعرج نقعد في الدار يا زلمه. المهم بقولوا بدنا نستنى اسبوع عشان نشوف النتيجة، يا اما انت بتطلع مع الناس اللي راح يتقدموا عشان يوصلوا الاولمبيات ولا لا، بنشوف شو الطابق. وفي مشكلة يا اخوان انه هو علاقته مع امه مش منيحة. امه بتحاول قد ما تقدر ترضيه وتجيب له الاكل اللي بيحبه، اللي لازم يكون فردي، ها ديروا بالكم لازم يكون فردي. بس هو على الفاضي عنده مشكلة انه عنده بينه وبين امه في شرخ. كل الاشياء اللي بتذكرها مع ابوه، لانه هو ابوه اللي كان الوحيد اللي بيهتم فيه بالطريقة اللي هو بيحبها، وبيحب يلعب ويمزح معه. فكل الذكريات مع ابوه. لحد ما يجي اسعد بهز بالورقة بقول له معلم هي ورقة قبولك يا ابو الغوالي. واذا ولك هو لسه لحق يقدم. قال له لا احنا تحت الفحص المستوى اخوي. المهم بجهز وبقول لامه جهز الدنيا لانه ابنك بده يسافر على تايلاند عشان يظبط الموضوع، في بده يتنافس ومنهم ما في قصة هسه بنفهمها. قاعد بسمع فيهم هم شو قاعدين بيحكوا عنه. بروح بوقع من غلط التلسكوب تبع بوقع بنقز الدنيا. بتقول له امه انت وبعدين معك اذا بدك تجنني، فضحتني قدام الزلمه، ولا بتحكي معي ولا بحكي معك. اذا ايش مالك اتخلينيش اضربك؟ انت ما ضربتيهوش وصغير تضربيه هو كبير وليه هجي اهدي. شو بدك في الطويلة. بنروح لليوم الثاني بيجي الأستاذ أسعد وباخد أدم وبقول له يلا جهز لي حالك عشان بدنا نروح عند مدير البعثة. هذا مدير البعثة بكون صاحبه بالزمانات لمين لأسعد أيام ما كانوا يتنافسوا على الأولمبياد قديما. بسلم على أمه من بعيد حتى حضن ما فيش شي. وبروحوا بقعدوا كلهم وبستنوا الموضوع، يعني بكونوا أكثر من واحد من كل دولة. وبتكون الصين هي مسيطرة في الرياضيات يا أبو الغوالي، والكل مبين عليه قوي وفخم. مشكلة آدم يا إخوان إنه هو ماشي قوي بالرياضيات، بس لا تنسوا انه هو عنده توحد، ولما كبر معه صار بطل اجتماعي. شو بدك بالطويلة بيجي المسؤول على البعثة بقول لهم شباب انتوا 18 واحد راح نسافر نقعد اسبوعين في تايلاند. بعد هيك تدريب بدنا نعمل لكم امتحان راح ينجح منكم 6 من الاخر. وبكون آدم يا إخوان شايف المستوى اللي عليه الطلاب، يعني إشي فخم لسه ما شافش الصينيين. لما يروح عند البعثة الصينية ويجتمعوا في تايلاند بيقعدوهم كلهم في غرفة واحدة بيقول لهم شباب عشان تكون الموضوع سلسة كل واحد من الصين لازم يتعامل مع واحد من اللي جاي من البعثة اللي من أوروبا وأمريكا والقصص هاي، يعني عشان يصير في تبادل ثقافات وما يكون في مشاكل بيناتكم. وبالفعل معلم بكون من حظ آدم سعدية. سعدية يا إخوان بتكون لطيفة، أي نعم أصلها من الصين بس هي اسمها سعدية، بتكون لطيفة وبتحاول تعلمه الأشياء الصينية وكيف يأكل وبيطلعوا وبيسهروا، وبتحاول تغير على الجو. هذا يا إخوان الأشياء هاي آدم ما كان يعرفها قبل. هو بس كان حاشر حاله، هسه لقى حاله بيطلع وبطش. وحتى لما ينقز ويخف عقله تقول له مالك، لا بدنا ننبسط ماشي احنا بندرس وبننجح وشاطرين، بس احنا برضو بدنا نغير جو. هذا الحكي آدم الجو هذا جديد عليه ما كان يعرفه. بروح مخنوق ومتضايق من الموضوع، بلاقي كمان واحد شريك معه بالغرفة بشغل المكيف وبقعد من التوتر برن على مين؟ برن على أسعد. بقول له معلم هذول كلهم أشطر مني. بقول له إذا بتتهبل ما صاركاش غير نص ساعة، اقضي هالأسبوعين يا آدم وفكنا منك وخلص روح أنت أمورك تمام، شد حالك وخليك زلمة. وبالفعل بحط راسه بعد 14 سنة وبنام، يعني خلص بطول لما ينام المهم بنام. شو بدك بالطويل يا معلم. تاني يوم عم بيعملوا تمرين الصباح، بعرف شو تمرين الصباح هذا اللي بيعملوه، كله لابس ابيض وبركض زي العساكر بعرفش. المهم بروحوا على الامتحان، بروحوا على يبلشوا يتدربوا. في واحد بجاوب غلط بكون ادم بيعرف الجواب، لما بيسأله المسؤول غاد ما بيجاوب. بقول له معلم هذا غلط.
وأستاذك أسعد كان نفس القصة، عمل حجة رجله بس هو عنده كان نفسيته تعبانة وبضله يحط حجج. من الآخر هاي مشكلة. نسيب القصة هاي ونروح لأمه اللي قررت يا إخوان إنها تتعلم رياضيات عشان تقرب من ابنها، فبترن على أسعد تقول له معلم في مجال تيجي تعطيني كم من حصة رياضيات خصوصي، بعطيك 15 بالساعة ما عندي مشكلة. وهم قاعدين بتدربوا بنحس انه الدنيا حلوة بيناتهم، انت مرتبط مش مرتبط، اختي متجاي تتعرفي انت شو مال اهلك، بنرجع لك. هون في واحد من الشباب قاعد بتنمر على واحد، ادم ما بيعجبه القصه فبسيبهم بيطلع خلص ملكاش مصلحه في القصه هاي كلها، عشان يلاقي واحده قاعده بتلعب بيانو، بقول لها هو انا ممكن العب بيانو معاكي؟ بقول له اه طبيعي. يعني هي زيها زي الارقام الفرديه بالرياضيات، والله بالفعل بتعلمه. وآدم يا إخوان بنحس إنه بلش شوي يكون حلو، خصوصا إنه مع سعدية الأمور تمام، بلشت تدربوا ويطلعوا ياكلوا وينبسطوا، وحتى الأكل اللي كان زوجي حلت له إياه أخذت حبة فصار فردي، فالموضوع سهل. نرجع لمين؟ لمسؤول البعث اللي قاعد بدرس فيهم، بيعرف إنه آدم زلمة مرتب وفهمان وعاق وصح، بس عنده مشكلة في إيش؟ في موضوع إنه مش اجتماعي ودائما متوتر. هذا اللي بيخليه يطلع يحل معادلة على اللوح قدام الناس كلها، وبعد توتر كبير بالفعل معلم آدم بحل المعادلة، والكل بخف عقله من الذكاء اللي عنده، حتى المسؤول اللي بيكون عارف انه شاطر بس مش لهالدرجة، فالموضوع بيكون اتطور معه على الاخر. نسيب القصة هاي ونروح لأسعد يا اخوان اللي خش بنوبة اكتئاب وخلص ما قرر الا يروح للمجموعات تاعت الاعترافات. ببلش يقول لهم اسمعوا انا زلمة سكرجي خمرجي حشيش مخدرات، عملت كل اشي ونفسيتي زي الزبالة وبدكم تطلعوني من الاخر. ببلش يشرح، بطبطبوا عليه وبقولوا له طول بالك يا ابو الغوالي، كلياتنا مرينا في هذا الموضوع وبلشت الامور تمام خلص. يعني اسعد بلش يفك شوي. نرجع لمين؟ لادم اللي قاعد مع شباب اللي كانوا يتنمروا على الشاب هذاك، فلما سالهم انتوا ليش تتنمروا عليه؟ قالوا له انه هذا عنده هوس بالرياضيات وما بيعرف يتعامل مع الناس، مش اجتماعي، يعني زي كأنه عنده توحد. هذا الحكي قاعدين بيشرحوا فيه ادم، فهو بقول لك طب ما انا نفس الاشي، وهم ما بيعرفوا هذا الحكي. فهذا الحكي كان مستفزه كتير وبده يغيره بس مش عارف شو الطريقة. طبعا مين اللي كان مخفف عليه كل الدنيا؟ سعدية كل يوم بتطلعه يا اخوان، كل يوم بتطلعه بتخفف عنه، بتقول له ما بزبط انه انت لازم تريح راسك وتنبسط، وما بزبط انك انت تكون ضاغط حالك، وبتفضفض له شوي، بتقول له هم مفكريني انه انا عشان عمي في المسابقة، بقول لها لا انت كثير شاطرة مالك يا غالية. شو بدك بالطويل يا ابو الغوالي؟ بيجي وقت الامتحان اللي لازم يتحدد فيه 6 يسافروا عشان الاولمبياد، ولما المسؤول ببلغهم شو القوانين عشان يبلشوا يحلوا، آدم بتوتر لأنه بتذكر من الألوان الإشارات الضوئية اللي كانت سببت في إنه أبوه يموت في الحادث، فبتوتر وما بيحل منيح، وبيحكي لسعدية ما حلتش منيح. وباليوم اللي بتصدر فيه النتائج بيجي المشرف بذكر أسماء 5 يا إخوان، السادس بكون منهم آدم، بفارق بسيط عن هذا الشاب الأبو أبيضاني، سميه اللي بدك إياه مش كثير مهم. بس هذا المشكلة فيه يا إخوان إنه لما خسر وما كان من الستة اتوتر وعجب على الدنيا وراح صرخ على المشرف، قال له اسمع انت قتلت حلمي، ولك انا بحبش الرياضيات، انا درست عشان اهلي، انت شو عملت فيي؟ واخوان بروح على الحمام وببلش يشرط في ايده يشرط بايده ويجرح حاله. لما يدخل على ادم بقول له انت ليش عملت هيك؟ بقول له معلم انت زلمه موهوب بالرياضيات، انا مش موهوب ولا بإشي، انا درست الرياضيات لانه اهلي قالوا لي انه الرياضيات اشي مهم ولازم تكون عبقري فيه. يعني انت لما انا اطلع من الستة هدول انا مش موهوب بالرياضيات فانا مش موهوب بإشي. بقول له ادم لا بدك تشد حيلك وتطول بالك، شوف مين بيحكي لمين، ولك ادم بدك 5 انت يديروا بالهم عليك. المهم نسيبنا من القصة هاي ونرجع للمرشد اللي بقول لادم انه انت لازم تحب الرياضيات زي ما بتحب حالك، وهذا الحكي بيخليك توصل لابعد شيء وتاخذ الميدالية. ومنشوف سعدية روحت معه على امريكا عشان من هناك ينتقلوا لوين؟ للمراحل النهائية تاعت الاولمبياد. واول ما بوصلوا امهم بترحب فيهم، بنلاقيها انها شغلت القطار تبع مين؟ تبع ادم بخف عقله لانه هذا القطار تبع ابوه ما حدا بيشغله غيره، بيحبس حاله بالغرفة. بتيجي عليه امه بتقول له طب يا يما هاي سعدية يما اخطب لك اياها، بقول لها ما اطلع من راسي. بتقول له بتحبها ولا بتحب الرياضيات؟ بقول لها انا بحبش حدا اكثر من الرياضيات. وبلش يتذكر بابوه والقصص اللي كانت تصير مع ابوه. يا اخوان زي ما حكينا هو كثير متعلق في ابوه. المهم يا ابو الغوالي اسعد بعد ما تعالج قرر يكون باللجنة المراقبة للامتحان النهائي، ولما بوصلوا الشباب امهم بتوصلهم على المكان الجامعة اللي بده يتنافسوا فيها مين بده ياخذ الميدالية الذهبية. بيجي عمها لمين؟ لسعدية بالقطها عنده بالغرفة، ببهدلها وبسمع بتقول له احنا ما عملنا اشي. بقول لها ما عملتوا اشي، ببهدلها وبتقول له بتمسك ادم بتقول له اسمع انا بحبك كثير بس انا مش لازم اضل هون، عمي هاني. ولك يا عمي كانك يا كلبي شو مالك انتي؟ وبتيجي البنت الشقرة بتقول له كمان انا بحبك مالك يا ادم الكل بحبك صار. ولك طب ولك امك. المهم نسيبنا من هاي القصص كلها ونركز في الامتحان. اول ما بلشنا في الامتحان النهائي ادم ببلش يتذكر كل اشي صار معه وهو صغير.
من أول الحادث، نص الحادث، كل الحادث، كل إشي بصير. هذا اللي بخليه يترك كل إشي ويحمل حاله ويطلع، ما بده يقدم. بيجي واحد منهم بده يوقفه، بس مين اللي بيكون فاهم له أسعد؟ ما بيخلي حدا يوقفه، بسكر الباب وبقول لهم خلاص سيبوه سيبوه بس يطلع من حالة الاكتئاب اللي هو فيها، لأنه أسعد مر في هاي القصة. وبروح لأمه ببلش يقول لها أنا مش عارف شو مالي ومش عارف إيش. بتقول له أنت ليش؟ بقول لها أنا متضايق عشان أبوي مات. بتقول له خلص قضاء وقدر يا أبو الغوالي، شو مالك؟ بعدين أنت بتحبه، أنا بعمل لك كل إشي. بقول لها أنا بحبه، كان والله يضحكني كتير وكان قريب مني. بتقول له عادي يما أنا بضحكك. وهيك من كتر الحكي والرومانسية بحضنوا بعض. طبعا صار لها زمان مش حضنيته، وبتاخده بتقول له يلا بدنا نجيب سعدية من المطار، ما راح أخليها تفلت. وبالفعل معلم بيجيبوا سعدية وبيعيشوا، ببطل معه توحد والأمور تمام تمام.